انا مش عارف اقول ايه. ثانيه واحده غريب، يعني لو هنتكلم كوره فانت معاك مدرب راجل عارف يخلي اللعيبه منضبطه، ومعانا احنا يعني مدرب ما شاء الله هو واللعيبه 12 اوف سايد في ماتش. 12 اوف سايد يعني ايه 12 اوف سايد؟ منهم 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 لكيليان امبابي. لعيب جايب 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون مش عارف يقف صح. وسبحان الله الجون الاول اللي يخش فيك اللي يبقى سبب في كل الكارثه دي برضه لعيب مش عارف يقف صح. فتخيل لما يكون ريال مدريد في البرنابيو اللعيبه بتاعته مش عارفه تقف صح. بدل الماتش من غير مودريتش بيلينجهام النهارده، يعني انا خدت بالي ان هو موجود في اخر الماتش لما بس هو طالع كان متضايق شويه. مندي مفيش كلام، اقسم بالله اخره يلعب في غزل المحله، يعني ده لو عدى من الاختبارات. والناحيه الثانيه طبعا عندك اتنين سنتر باكات ميليتاو وروديجر، حطهم الاثنين مع بعض وصدقني مش هيعرفوا يمسكوا قطه. ومفيش اي لوم على فينيسيوس، يعني انا لو مكانه انا كنت هسيب لمبابي، ومبابي مهما عملت مش تبقى رونالدو. فده بالنسبه لريال مدريد. بالنسبه لبرشلونه فعلا فليك عالمي، مش بس عشان عارف يظبط حاجه زي الاوفسايد تراب في ماتش قوي وصعب ضد ريال مدريد في البرنابيو. لعيبه برشلونه عندهم الروح والشخصيه والثقه والانضباط بنفس ماتش النهارده.